السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده التورتايه القمر دي بطريقه سهله جدا جدا بمكونات مفيش ابسط منها. كمان مش هشتغل بادوات خاصه بالكيك، بس هقولك ازاي تشتغلي بادوات موجوده في مطبخك، باذن الله تكون موجوده في كل مطبخ. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أول حاجة بقى معايا كده المواد الجافة، معايا كوباية وربع من الدقيق، معايا كمان ربع كوباية من الكاكاو الخام، معايا رشة من الملح، نص معلقة صغيرة بيكربوناتو، وتلات ارباع معلقة صغيرة بيكنج باودر. هبدأ بقى انخلهم كده كويس جدا عشان اضمن ان ما يكونش فيه اي تكتلات، ولو في اي تكتلات كده اتبقت ببدأ ان انا اعملها بالمعلقة بالشكل ده. هقلبهم بقى كده تقليبة وهسيبهم على جنب. تاني خطوة معايا بقى كده المواد السايلة، معايا بقى بيضاية، معايا كمان نص كوباية من اللبن. يفضل طبعا ان البيضة واللبن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة عشان بيفرقوا جدا في نتيجة الكيك. طب حطيت ايه في الخلاط؟ البيضاية، نص كوباية اللبن، كوباية السكر، وهبدأ ان انا اضرب كويس جدا. بعد ما ضربت بقى كده كويس هحط معلقة كبيرة من عصير الليمون وهبدأ اضرب لمدة دقيقتين. طبعا بضرب وبفصل، ما بيكونش ضرب متواصل. اخر بقى اضافة معايا هنا تلت كوباية من الزيت. حط الخليط ده على المواد الجافة وهقلب كويس جدا. اخر بقى اضافة معايا هنا ربع كوباية من المية المغلية. طبعا بغليها واحطها مباشرة على الكيك، يعني ما بسيبش المية تبرد، لا بحطها وهي مغلية. تعالوا بقى كده للاختراع ده. دي بقى علبة السمنة. تمام، طبعا بيبقى ليها الحروف ديت، فهجيب ايدي النشابة، عندك بقى هون، عندك مدق، اي حاجة تكون ناشفة عندك، وهبدأ ان انا انيم الحروف دي. طب ليه بعمل كده؟ عشان لما اجي اطلع الكيك بعد كده ما يتقطعش مني ويطلع بكل سهولة. هجيب بقى كده شوية سمنة وهدهن بقى علبة السمنة. هجيب بقى كده معلقة برضو دقيق وهبدأ برضو أغلفها أو أغلف علبة السمنة بالدقيق كويس جدا. نجيب بقى كده بقى خليط الكيك وهنزل بيه. زي ما انتوا شايفين اهو. بقى كمان هحط صينية وهحطها في الفرن بالشكل ده عشان يبقى سهلة طبعا انها تتحط على الشكل. فدخلتها طبعا في فرن حامي، وبعد كده بدأت ان انا اوسطن النار او اخلي درجة الحرارة على الوسط. دي بقى بعد ما طلعت من الفرن بعد 35 دقيقة. طبعا سبتها يا دوبك تتهوى دقيقة من الحرارة او من السخونية، وبعد كده ببدأ ان انا اطلعها من علبة السمنة. دي كده بعد ما طلعت من التلاجة، حطها في التلاجة لمدة ساعتين. طب كنت حطاها ازاي؟ كنت حطاها في كيس بلاستيك نظيف. طب دي بقى الادوات اللي موجودة باذن الله في كل مطبخ. بجيب صينية مقلوبة، كمان بجيب قطاعة عندي بحطها عشان ابدأ اشتغل بالشكل ده.
هجيب بقى سكينة عندي تكون بقى مشرشرة، مفيش اللي هي السكينة ديت مفيش اي مشكلة، تقدري تشتغلي بسكينة حامية. زي ما انتوا شايفين اهي القطعة بقى اهي. طب طلعت عندي قد ايه؟ طلعت عندي 5 قطع، وكمان في طلع صراحة في قطعة تانية بس انا شلتها على جنب. كمان بدل ما تعملي تورتاية واحدة تقدري تعملي 2 من التورت. طب ده الكريم بقى شانتيه عندي. طب عملته ازاي؟ كوباية من اللبن المثلج، حطيت عليه 4 معالق من السكر الخشن، ضربتهم الاول بمضرب الكهرباء كويس، وبعد كده نزلت بكوباية كريم شانتيه خام. تمام، فعملت معايا ما شاء الله الكمية الحلوة دي. طيب بالنسبة بس للكريم شانتيه، أنا صراحة بحب إن يكون أو بقسمه التلت والتلتين، التلت للحشوة والتلتين إن أنا أغلف التورتاية من بره. طب انت مش حابة كده براحتك، ممكن تخلي النص والنص، يعني مثلا النص تحشي بيه والنص يكون الغلاف من بره. بس أنا صراحة بحب يكون التلتين الكريم شانتيه من بره، بحيث الطبقة تكون عالية شوية من بره، فلما أجي أقطع التورتاية القطعة تكون شكلها كويس. في النهاية برضو أنا بديكي أفكار تعجبك اشتغلي بيها. هبدأ بقى أحشي بقى الطبقات بالشكل ده. ده بقى كده تلتين الكريم شانتيه. هبدأ بقى أحط عليه لون أصفر، ده لون جل أنا جايباه من عند محل بيبيع مستلزمات الحلويات. مش حابة اللون ده تقدري تجيبي أي لون بودرة من عند العطار. طبعا كل ده أنا شغالة بالمعلقة، يعني أنا كده بعمل بالمعلقة. بجيب بقى كده سكينة عندي وابدأ ان انا اساوي الكريم شانتيه. خلاص اهي بقى بعد ما غلفتها اهي. تعالوا بقى لادوات التزيين دي. ادوات تزيين انا عاملاها في البيت، عباره عن ايه؟ اللي هي عصيان الشيش طاووق. طب ايه الابيض دوت؟ دي ورق فوم بيجي من المكتبه، قطعتها على شكل قلوب. طبعا ورق الفوم ده بيلزق، يعني فيه لزق، في نوع بيبقى فيه لزق يعني. فطبعا قطعتها على شكل قلوب، وبعد كده شلت طبعا اللزق ولزقتها في عصيان الشيش طاووق. زي ما انتوا شايفين اهو بقى ابني فرحان قوي عمال يزين معايا. طبعا الحاجات دي بتفرح الاولاد جدا، يعني لو خليتي اولادك يشاركوكي هيبقوا مبسوطين جدا جدا. بقى ده هجيب كمان شوكولاتة ملونة او الشوكوبون، يعني زي ما كنا بنقول عليه زمان. هبدأ احطه بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين بقى التورتايه القمر اهي. اتمنى طبعا الطريقه تكون عجبتكم، باذن الله تعجبكم وتعجب اولادكم وتجربوها. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.